ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده هو فيلم اوبنهايمر رائعة كريستوفر نولان، وعارف ان الفيلم بقاله فترة كبيرة نازل، بس ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي ابدا. الفيلم تصنيفه دوكيومنتري عن حياة العالم اوبنهايمر ابو القنبلة الذرية. بنشوف تجسيد شخصية اوبنهايمر قدمه لينا كيليان ميرفي، وستراوس قدمه لينا روبرت داوني جونيور. وهحاول اتكلم عن الفيلم بدون حرق علشان تستمتع بالتجربة دي. فيلم حلو قوي قوي قوي، مدته 3 ساعات، مفيش دقيقة هتحس بيها بالملل، ممكن تتوه من كتر الاسامي او من كتر الاحداث والتعبيرات العلمية اللي معروف بيها نولان، ولكن تجربته ممتعه من حيث التصوير اللي اثار ضجه بسبب انه متصور بكاميرا اي ماكس، وانه اتعرض بخام اي ماكس علشان تاخد احسن تجربه ممكنه، وانه ما كانش عايز يستعمل سي جي اي خالص. اللي بعد ما شفت الفيلم، هو انت كنت عايز تستعمل سي جي اي في ايه؟ ايه التهديدات اللي واجهتك؟ الفيلم كله معظمه كلام، ما فيهوش مثلا غير مشاهد الذره والحاجات اللي كانت بتيجي لاوبنهايمر ومشهد تفجير القنبله لما كانوا بيجربوها، انما غير كده مفيش اي حاجه تستدعي ان انت تستعمل سي جي اي في الفيلم. نشوف في الفيلم رحله اوبنهايمر في انه بيقوم هو ومجموعه من العلماء بمحاوله تنفيذ مشروع القنبله الذريه قبل ما يقدر الالمان يوصلوا ليها، وفي خلال ذلك بنشوف مشاهد من المستقبل لتحقيق بيحصل معاه تشكيكا في اخلاصه لامريكا عشان عايز يجدد الرخصه الامنيه بتاعته، وده بسبب انه كان في شكوك بانه كان اساسا يعتبر جاسوس او كان بيبعت المعلومات دي للسوفييت، انه كان اساسا يعتبر عنده نشاط شيوعي قبل كده، واساسا كان في كره ما بين اساسا الناس اللي في امريكا للشيوعيين وللسوفييت برضه. قصه كبيره كده، قصه كبيره جدا، فليه حوارات كتير يعني يتحط فيها اوبنهايمر بسبب نشاطاته القديمه، بسبب علاقته مع واحده كانت اساسا تعتبر ميولها شيوعيه، ومراته اللي كانت ميولها شيوعيه قبل ما تتجوزوا، وي فحوارات كتير قوي، واخوه اللي كان برضه شيوعي. العالم كله بيتآمر على اوبنهايمر، ويعتبر قمه ذروه الفيلم هو النص الثاني بعد نجاح اختبار القنبله وروعه مشهد الانفجار بتاعها. نشوف اوبنهايمر واقف بيتكلم بعد نجاح القنبله ومدى تاثره باللي شافه، والناس بتسقف ليه وهو متلخبط وقلقان لانه جاله رؤى زي اللي حصل مثلا بعد ما القنبله وقعت، لانه لما شاف الانفجار تخيل اللي ممكن يكون حصل لسكان اليابان بعد عمليه القصف دي. ونسمع كلمه اوبنهايمر وهي بصوت اوبنهايمر الحقيقي. يعني انا الحته دي عجبتني جدا، وفضلت واقف كده مذهول ليها، ما اعرفش ليه، بس كنت عجبني المشهد ده، عجبني. في شويه احداث حابب اتكلم عنها برضو، زي لما كانت مرات اوبنهايمر بيتم استجوابها عن مدى اخلاص جوزها وماضيها الشيوعي، وان هي ابتدت اساسا الكلام من المسكنه وفجاه تقوم مشلفه لكل اللي قاعدين وتقلب الترابيزه، كان من ضمن المشاهد اللي عجبتني. برضو بعديها لما بنعرف ان اللي حصل لاوبنهايمر ده كله كان بسبب ستراوس لما احرجه قبل كده، وهو عايز ينتقم منه، ونشوف شخصيه رامي مالك يقول ان كل ده كان بسبب ستراوس، وهو عامل كده بسبب اللي حصل بينه وبين اوبنهايمر. مع العلم قبل ستراوس ما يعرفنا الموضوع ده ما كانش حد فينا خالص حطه في موضع شك اطلاقا. من ضمن اسبابه برضو انه كان مصمم ان اوبنهايمر هو اللي قلب عليه العلماء كلهم، واهمهم اينشتاين. اوبنهايمر كلمه ما بينه وجه ستراوس بيندع على اينشتاين، واينشتاين ما رضيش يبص في وشه، وكان بيكلم واحد وجاي لما بيحكي له على الموقف ده قال له يمكن ما كانوش بيتكلموا عنك، كانوا بيتكلموا على حاجه اهم. دي في الجون. حابب انك تاخد تجربه الفيلم ده بنفسك، تجربه ممتعه جدا، ولو انت من محبين التقييم الرقمي فتقييمه هو 9 من 10. فيلم رائع وهيعيش معانا فتره طويله. في الاخر ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. والسلام يا شباب.